بقول لك ايه، ما حصلكش سلسله امنيات قوه. النهارده هنتكلم عن امنيه قوه، السلسله اللي انتوا بتحبوها بعد غياب طويل. هنتكلم النهارده عن فيديو بيقول اسمه بنت صغيره بتظهر بشعرها القصير، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طبعا في الفتره الاخيره كانوا بيعملوا مسلسلات كتيره جدا، وبعد كده رجعوا يعملوا افلام قصيره تاني. فمن غير ما نطول عليكم، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين ونصلي على النبي، ويلا بقى نشوف الفيديو بيقول ايه. غزل غزل، نعم يا طنط. بقول لك ايه، هتروحي تجيبي لي الطلبات دي في 10 دقايق تكوني عندي وما تتاخريش عليا. حاضر يا طنط. طبعا غزل هنا بتظهر مكان امنيه قوه، انا مش عارف هم ليه بدلوا امنيه قوه، زعلوا منها، فهنا هتبقى غزل بدل القصه بتاعتنا النهارده، وطبعا هيكونوا مستعبدينها ومطلعين عينها في الفيديو زي عاده امنيه قوه. عيش في الشارع، انجزي كده وجيبي لي الطلبات على طول. يا طنط والله انا مش بتلكع، انا بمشي على طول. انت بتردي عليا؟ لا قولي لي حاضر ونعم. حاضر، انا اسفه. يلا ما تتاخريش. حاضر. يلا. يلا يا عبده انزلي هات الطلبات بسرعه، يلا. نفس المعامله بتاعت كل فيديو، ما بتتغيرش. يا رب يا رب اشوف غزل بنتي، يا رب يا رب اشوفك. يا ست انت مش شايفه تدعي اصلا من الشمس اللي فيها؟ يعني اللي بيقف في نص الشارع في الشمس كده ويدعي، وقفي في جنب تحت شجره في ظل حتى تعرفي تدعي. يعني انت اصلا انت مش عارفه تفتحي عينك من كتر الشمس. انتي وحشتيني قوي، يا رب تنزلي دلوقتي واشوفك يا غزل، يا رب اشوفك يا غزل، يا رب تنزلي يا غزل، يا رب يا رب تنزلي يا غزل يا رب. اهي شفتي بتدعي الدعوه بتاعتك مستجابه، شفتي؟ يعني وقوفك في الشمس ما تعبك ما راحش على الفاضي، شفتي بقى؟ غزل حبيبتي، غزل وحشتيني قوي، وحشتيني قوي يا غزل، وحشتيني قوي يا حبيبتي، وحشتني يا ماما. انتي كويسه؟ انتي بخير؟ ايوه يا ماما انا كويسه. ايه ده يا غزل؟ ايه ده يا غزل؟ مين اللي قصلك شعرك كده؟ انا بابا يا ماما اللي قصت لي شعري. طبعا احنا مش فاهمين لسه الفيلم بيبتدي بايه، طبعا انت عارف ان افلام النقة بتبقى معقده جدا، فلازم نقعد كده ونشرحها واحده واحده نفهمها. فتقريبا بقى دي بنتها مخطوفه ولا ايه؟ احنا لسه هنفهم بقى، فهو معاها كده عشان نفهم الفيلم بيقول ايه. تسمحي لها ان هي تقصلك شعرك؟ ما قلتلهاش لا ليه؟ يا ماما كمان يا ماما، انا اصلا ما اقدرش اقول لها لا يا ماما. مفترية مفترية يا ماما، حرام عليها تعمل فيكي كده يا ماما والنبي يا ما ماما. قلتيش لباباكي ليه يا غزل؟ ما انا بقول بابا مش بيعمل حاجه يا ماما. يعني انت سايباها فوق تقص لها شعرها وقاعده تدعي تحت؟ طب ما تطلع تتخانق معاها يعني، بدل ما انت تتكلموا على الفاضي كده. عارفاه طول عمره سلبي، طول عمره سلبي يا حبيبتي. طب يا ماما والنبي يا ماما خديها عيش معاكي يا ماما، دي مرات بابا يا ماما، تخليها اعمل البيت كله وكمان. شوف كده الرؤيه بدات توضح بقى. يعني مرات ابوها طبعا زي كل فيديو من فيديوهات ابناء القوه بتعملها معامله زي الزفت، فاحنا كده بدنا نجمع اهو. خليها انام في المطبخ يا ماما. يا ريت ينفع يا غزل، يا ريت ينفع اقعدك تعيشي معايا، بس انا جوزي مش هيوافق ابدا يا غزل، ده انا عشان اشوفك النهارده نزلت من وراه من غير ما اقول له. طب يا ماما، طب انت عرفتي ازاي يا ماما اللي احنا ساكنين فين؟ يا حبيبه قلبي انا مشيت ورا بابا وهو طالع من الشغل، وعرفت ان انتوا ساكنين هنا في البيت الجديد. ماما وحشتيني قوي والله العظيم وانتي وحشتيني اكتر. مش قادر فيلم بس انا هعيط من كتر التأثير. وحشتيني قوي يا حبيبتي. انا مش عايزاكي تزعلي نفسك يا حبيبتي، مش عايزاكي تزعلي نفسك، والله هجيب لك حقك يا ماما. تعرفي يا ماما دي كمان يا ماما بنتها فيروز بتخليها تقعد في الأوضة بتاعتي لوحدها يا ماما. وانتي فين؟ وانا يا ماما بنام في المطبخ. طب ما هي معروفة، هي أكيد بتعاملك وحش، يبقى كده هتميز بنتها عنك، دي بديهيا كده معروفة. بتنيمك في المطبخ المفترية؟ المفترية اللي قادرة بتنيمك في المطبخ؟ والنبي يا ماما خديها عيش معاكي يا ماما. والله يا غزل انتوا بقالكوا نص ساعة عمالين تحضنوا بعض وتتكلموا، طب عايز فيها، انا عايز دلوقتي اطلع اتخانق معاها تعوريها، ماليش دعوة. اللي اجيب لك حقك يا غزل. انت قلتي لي بنتها اسمها فيروز صح؟ اه تمام، اشرحها لي عاملة ازاي؟ هي مادة، هي فيزياء حضرتك، ايه اللي اشرحها اسمها وصفها لي عاملة ازاي يعني. انا بقول لك ايه، انا ما يا ريتنا ما رجعت احلل فيديوهات ام القوة تاني. شعرها اصفر، وكمان يا ماما بتيجي تلعب بالهوفر بورد هنا يا ماما كل يوم؟ اه. طب والله العظيم ما انا سايباها، والله لا اجيب لك حقك يا بنتي. صح انا رايحة يا ماما اجيب الطلبات، هتزعق لي يا ماما. باي هتوحشيني. باي يا ماما. حرام عليكي يا شيخة تعملي كده ببنتي. عندما ينسى الممثل انه بيمثل، انا يعني جالي صداع من كتر العظمة التمثيلية والله. بس والله العظيم ما انا سايبه حق بنتي، والله ما هرحمك. انا هروح اجيب مقص واستنى بنتك فيروز. بدل ما تروح تتخانق معاها وتعوريها، هي تاخد حقك من عيله صغيره.
ماشي. ماما يا ماما، نعم يا فيروز. انا نازله العب في الهوفر بورد. ماشي يا حبيبتي اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه يا فيروز ما تروحيش في حته قدام البيت، بس ما تروحيش هنا ولا هنا. ماشي يا ماما. وانا غزل لما تيجي خليها تنزل تقف معاكي. ماشي. بس عايزه اقول لك على حاجه، ايه يا ماما؟ غزل لما تنزل تقف معاكي اياكي تخليها تركب الهوفر بورد. ليه يا ماما؟ دي طيب. دي واحده عبده، احنا هنا جايبينها نستعبدها، تجيب لنا الطلبات وتخمس وتمسح ونعملها معامله زي الزفت. دي اخرها هنا، دي زي العبده. ده مين بيخبط؟ انا عمو مين؟ انا عمو صاحب. من الحاجات الغريبه اللي بشوفها في فيديوهات امنيه القوه على طول، يعني ليه كل مره يطلعوا يغنوا اغانيهم؟ يعني هي بتبقى مسروقه فبيطلعوا يغنوا اغانيهم عشان ياكدوها. انا مش عارف ليه، يعني احنا عارفين اللي هي اغانيهم خلاص. يا اوديك البابا يا عمو انت كذاب. ماما بابا قال لي ما افتحش الباب. ده شوف شايف قبل حدوث الجريمه، شوف واقفه ورا بتعمل ايه، واقفه في نص الشارع اللي الناس كلها هتشوفها، هتروح تقص لها شعرها. يعني خطه في منتهى الذكاء والجمال والله. ماشي، دي اكيد فيروز بنتها. والله العظيم والله العظيم ما هسيب بنتك زي ما انت عملتي في بنتي. بقى انا تعاملي بنتي وحش وتقصي لها شعرها وكمان تنيميها في المطبخ؟ والله انا مش غبيه، بس هعمل في بنتك واقص لها شعرها زي ما قصيتي لبنتي شعرها. عشان الناس كلها تشوفك بقى وتتفتحي وتتعرف اللي انت اللي قصيت لها شعرها، وتنزل انها تضربك بقى. يعني انا ما كنتش عايزه اعمل كده، بس انت اللي اضطريتيني كده. ماشي والله لا انتقم. ايه يا عم انت، يا عم المنتهي انت وجعت لي عيني من اول الفيديو. خلاص يا عم ارحمنا والنبي. والله لا اجيب لك حقك يا غزل يا بنتي، والله لا اجيب لك حقك. مش هرتاح لي بال غير وانا بالشبشب اللي انت لابساه ده كده تجيبها حقها؟ انت بقالك ساعه ما تقولي والله هجيب لك حق. طب خلاص عايزين نشوف الفعل بقى، اثبت لنا بقى على ارض الواقع. لك حقك. ماشي. علمني سواقة بقى، علمني السواقة. بص هو انا حضرتك، في واحد وست اهو، ناس ماشيه واقفين. شفت الراجل والست اللي واقفين ورا دول؟ يعني ما بتعملها والناس كلها شايفاكي كده عادي. مامتك وحبيبتك. طب علمني. حبيبتي نعم. معقول يبقى في مهرج في الشارع وانتي ما تعرفيش وبتتفرجي عليه؟ ده الاطفال كلها بتلعب معاه بتتفرج عليه. بجد. شوف انا مركز كله مع الراجل اللي ورا ده والله. ده انا عمال يضحك يقول لي العوض اللي بيحصل ده. انا فاهمك عامه. ايه وريهولك. طب ماشي يا طب. تعالي معايا. ايوه حاضر. اخرتي ليه؟ والله انا ما اتاخرتش، انا رحت اجيب الطلبات. اقعد ساكته خالص. انت لسه هتحكي لي. تعال ترغي معايا. عبده هنا بتعمل لنا الطلبات. قصدها معايا ولا ايه؟ هاتي كده. هاتي. بقول لك ايه؟ نعم. فيروز تحت تلعب بالهوفر بورد، هتنزلي تقعدي معاها وعينك عليها، وعارفه لو ركبتي الهوفر بورد انا هعمل فيكي ايه؟ والله همسكه واكسر. ما خلاص هي عربيه رانج روفر، ده بتاع لعبه صغيره. صدعتينا بيها من اول الفيديو. بكام يعني اللي بتاع دي؟ ايه ده؟ هي فين فيروز؟ وكمان لو طنط عارفك هتزعق لي انا. الحقي بقى، الحقي امك بتقص لها شعرها هناك اهي. الحقي قبل ما الجريمه تحصل بقى. ايه دلوقتي؟ ادور على فيروز فين؟ انا هدور عليها في الشارع اللي قدام. فين المهرج يا حبيبتي قدام شويه، بس تعالي نقف هنا نريحه بس. انزلي تعالي يا حبيبتي. قوليلي بقى انت اسمك ايه؟ يعني المقص كده مش باين يعني المقص انت واقفه كده مش باين. يعني انا مش عارف انت هتنفذي الجريمه دي ازاي يعني. طب اخفي حطها في كيس طيب بتاع يعني. مش عارف هتنفذيها ازاي الصراحه. فيروز، هي فيروز انا دايما اشوفك كده معاكي في بنوته واقفه كده بتلعب معاكي. غزل؟ هي اسمها غزل؟ ايوه. غزل دي بقى تقرب لك ايه؟ بصي يا طنط، هو بابا كان متجوز ماما. يعني هي بنت باباكي بس مش بنت مامتك، صح كده؟ ايوه. ايوه. ايه العجيب في كده؟ انت تستغربي ليه؟ طب ما دي انت معلومه انت عارفاها بتسالي عليها ليه؟ عشان ايه العجيب في كده؟ طيب وانتي بقى بتحبي غزل دي ولا لا؟ انا بحبها قوي، بس ماما مش بترضى العب معاها. مامتك ما بترضاش ان هي تلعب معاكي يعني؟ شفتي البنت اللي كنت قاعده تقص لها شعرها طلعت غلبانه وبتحبها. انا قلت لك اطلع اضرب امها من الاول، انت اللي مش راضي. انا مش عايزه تصدقيني ليه. ماشي. انا باني بحبها قوي، بس ماما مش بتخليني العب معاها.
ماشي يا فيروز، يعني انت بتحبيها ايوه ومامتك ما بتحبهاش وبتعملها وحش طبعا، صح؟ ايوه. ماشي يا فيروز. يا فيروز انت هتزعق. ايه ده؟ هضربك فيروزي. يا سبحان الله، يا سبحان الله، البنت واقفه كده ومستسلمه. بص لي شعر، يلا بسرعه، انا عايز قصه بقى بنت لذينه. يعني طفل زيها اكيد هتصوت، هتعيط، هتقولي انت بتعملي ايه، هتجري. انت بتقص لها شعرها، يعني مش بتقص لها ضوافرها. يعني ما انا مش عارف، انتوا المنطق خالي من الافلام دي والله، يعني المنطق بريء من الافلام دي والله. تعملي ايه يا ماما؟ فيها يا غدا، هاخد لك حقك، هقص لها شعرها زي ما مامتها قصت شعرك. لا يا ماما. زي ما افترض. شوف هنا بقى ايه، انا مش سامع حاجه، انا اخرس واطرش واعمى، انا مش سامعاكم. طب اطلعي اجري قولي لامك في ناس عايزه اقص شعري بتاع، اطلعي اجري اعملي حاجه. لا انا صنم حضرتك، انا مش شايف حاجه. عليكي لازم اقص لها شعرها. لا يا ماما، لا يا ماما، دي فيروز حبيبتي يا ماما، بتعملي معاها كده يا ماما. لازم اخد لك حقها يا غزه، لازم اخد لك حقك يا حبيبتي، ما ينفعش كده، هي تقص لك شعرك وتبهدلك انا عايز اعذبك ايه؟ ما انا بقول لك هي البنت بتحبها، يعني مفيش اي ضرر هنا. اطلعي بقى خدي حقها من امها، ولا انت خايفه من امها بقى ولا ايه؟ كده. انت عايزه تجيبي لي حق يا ماما؟ ايوه. تعرفي يا ماما، انت يا ماما مش غلطانه. تعرفي مين اللي غلطان؟ مين اللي غلطان؟ انت وبابا يا ماما. ايوه اديها كده، اديها ما تسكتلهاش. في ايه يا غزه؟ عشان انت يا ماما ليه سبتي بابا يا ماما؟ انت بهدلتيني انا يا ماما، ليه سبتي بابا يا ماما؟ وكمان يا ماما عايزه تجيبي لي حق يا ماما، ليه سبتي بابا يا ماما؟ انت بهدلتيني انا يا ماما. ليه عملتي كده يا ماما؟ عملت لك ايه طيب يا ماما؟ غزل يا غزل. نعم يا فيروز. هي انت تعرفي ان دي انت جمعي الكلام الاول. جمعي الكلام واسالي، يعني هي بقى لها ساعه بتقول ان دي امها وانت لسه بتتفاجئ دلوقتي؟ انت عامله دور الصنم ايه يعني؟ 100 الصراحة يا فيروز اقول لك على حاجة، بس ما اقول لك على سر، بس ما تقوليش لحد. مش هقول لحد عشان انا بحبك يا غزل، وانا كمان. شايفة يا ماما؟ الصراحة دي ماما. يا نهار ابيض، ازاي؟ صدق انا اتفاجئت دلوقتي. ما انت بقالك ساعه بتقول ان دي امها واتفصلت عن ابوكي وبتاع. تصدق انا اتصدمت من المفاجاه دي. بجد؟ طب هو انت ليه مش قاعدة معاها؟ مش صح مامتك بتحبك؟ بتحبني. طب انتوا ليه مش قاعدين مع بعض؟ مش عارفة. شايفة يا ماما؟ ينفع كده يا ماما؟ مش يا ماما، على فكرة هزعلها منك يا ماما. تعالي يا فيروز، تعالي يا فيروز نلعب يا فيروز هناك عشان مامتك ما تزعليش يا فيروز. ماشي يا ماما. عايزة تجيبي لي حق يا ماما؟ وسيبي بقى انت اللي بهدلتيني انا. ايوه كده، اديها من الصبح. قام افور حد بيقص لحد شعره في الشارع؟ ايوه اديها كده، انا عايزك تديها من الصبح. غزل عندها حق، انا اللي غلطانه عشان سبت ابوها وسبتها كده تعيش مع مرات اب. انا لو بحبها وبخاف عليها كنت استحملت باباها سلبي مش مهم، بس كنت قعدت وحافظت على. يعني انت حضرتك، انا مش مقتنع باي كلمه انت بتقوليها. انت بتمثلي فشل اولا. ثانيا انت لسه جايه تعرفي انك غلطانه دلوقتي؟ يعني ده الغلط يعني دلوقتي؟ يا فيروز انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا غزل. بصي يا فيروز، اوعي تقولي لمامتك ان انا شفت ماما عشان هتزعقلي، ماشي؟ ده سر ما بيني انا وما بينك يا غزل، ماشي؟ يلا يا فيروز تعالي العب. لا يا غزل اركبي انت. لا يا فيروز انت هتزعقلي. بس بقى، ومن هنا بقى الفيلم هيخلص وهيقعدوا يلعبوا مع بعض ويحبوا بعض، والاطفال احباب الله وكل حاجه 100 وبس كده. وكده تكون الحلقه بتاعتنا خلصت النهارده. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش بقى لايك وشير وسبسكرايب. سلام.